السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة بعد غياب لمدة طويلة. على بالي غيبت بزاف، ما كانش عندي الوقت الصراحة لليوتيوب. راكم تعرفوا، مع الظروف، مع المرض، مع التربية. ان شاء الله ربي يعين كل الامهات. نبداو الوصفة نتاعنا على بركة الله. هنا كان عندي شوية نتاع الدجاج في الثلاجة، حبيت ننوع شوية. كرهنا دايما نطيبو دجاج المرة هذه حبيت نرحيه وندير به لي بات. ولادي يحبوا بزاف لي بات، نظن اغلبيه الاطفال يفرحوا كي يشوفوا لي بات طايبين كالكو سوا. هذه رشته، هذا تليتلي، لي بات مقارونه، كامل يحبوهم الاطفال. هنايا كيما قلت لكم كان عندي شويه نتاع البلونت بولي، رحت رحيته ونبداو الوصفه مع بعضنا. كما راكم تشوفوا هنايا بعد لا طرحه لي البولي تاعي، ماشي شرط يترحى يعني بزاف، معليش يبقاو دو بتي مورسو هكا ماشي مرحيين. دونك تولي من بعد راح نديروهم دوائر. هنايا رايحه نضيف له لا شابلور في هذه المرحله، لا شابلور باه يشد شويه روحو. ودوك نعطيلكم من بعد كيفاش لازم يكون. هنايا عندي اون كونتيتي تاع لا شابلور، ما نكثروش فيه بزاف لا شابلور سينو راح يجينا ناشف من بعد كي يطيب. حنا نحبوه يبقى طري، سي بور سلا درت له لو فرomاج راح يخليه طري من داخل. ودرك هنا يعني خلط كلش مليح مع بعض مع لا شابلور، وتشوفوه كيفاش يعني ميم مع لا شابلور رايحه تبقى طريه. الحاجه اللي راح نطيبوا فيها لا مارميت ولا لا كاسرول ولا ليسونسيال تكون حاجه ما تلصقش. تقدروا ديروا في اون سوتوز، ليسونسيال تكون حاجه ما تلصقش. باه نبداو نقليو هادوك لي بولات. درت هنايا شويه نتاع الزيت ونبداو نقليو الساعه هادوك لي بولات باه يشدوا شويه رواحهم. هنايا درت الزيت باش تسخن لي، وهنايا عندي الماء باش نبل يديا قبل ما ندير لي بولات باه ما يلصقش الدجاج في يدي. شوفوا ما يلصقش في اليدين كي ديروا الماء. الشكل ما يهمش، ديروا الشكل اللي تحبوا نتوما، دوائر ولا. نخليو الزيت فقط سخن شويه ونبداو نحطوه. تقدروا ديروا دي بتي بودا هكا اصابع طويله ولا. تقليو لي بولات نتاعكم دو طون طون طون، تقلبوهم باش يتقلاو في كامل الجوانب. راح نكتفي بهذه الكميه باسكو بقات لي هنا باش ندير بها اوتر شوز. الكميه اللي استعملتها نتاع لو بولي بلون بولي تاع دجاجه كامله، صدر دجاج كامل تاع دجاجه واحده. كما راكم تشوفوا جاني كميه ان شاء الله. كما يقولوا الدجاج يجي ذكي في الترحيل. ونبقاو نقلبو كيما يطيب لنا. رايح نضيفو البصل نديروه تقله ونكملوا الوصفه مع بعض. هنايا بعد اللي كملت لو بولي تاعي نحيتو، رايحه نحط البصل، نخلي البصل عادي. الزيت اللي بقات اللي قليت فيها هذاك البولي
نضيف لها شويه برك نتاع الزيت لانه نشف. الدجاج تاعنا علاش نقليوه باه نديروه من بعد في لاصوص. نقليوه باسكو كون ترميوه لي بولات ديريكتومون يطيبوا في لاصوص رايحين يطلقوا لو جو تاعهم الماء تاعهم، من بعد كي تجي تاكلوا الدجاج يجيكم ناشف، تحسوا الدجاج شايح. باغ كونطخ كي تقليوه الساعه في الاول شغل ياخذ كيما يقولوا ياخذ صدمه ان شوك في هذاك الزيت، من بعد كي ترميوه في لاصوص يجي بنين ويبقى طري. جربوا دوك تشوفوا لا ديفيرونس اونتر لي دو، باسكو راني جربت ديريكتومون طيبته في لاصوص مي كي ندير بالطريقه هذه. برومييرمون البنه يجي ما شاء الله، دوزيامون الدجاج تاعكم يبقى طري، والجبن ايضا فرماج بلون علاش درتو في الدجاج باسكو يعطي له طراوه هو ولا شافلور يطريو الدجاج. هنايا غنخلي البصل نتاعي مليح ونعاود نولي. pour les épices راح ندير فقط الملح والكوري، نفس لي زيبيس اللي درناهم في الدجاج. من بعد لا تقلى لي البصل نتاعي حنضيف طماطم مصبره، ضيفوا الكميه اللي تحبوها، كاين يحبوها صوصوش بزاف كاين لي شويه، وحبه طماطم مبشوره. رايحه نخليهم يزيدوا يتقلاو شويه حتى تنحلها الحموضيه نتاعها، ومن بعدها نمرقهم. في الاخير راح نضيف قرن تاع فلفل حار، ورقه نتاع الرند، ونضيف لو بولي نتاعي اللي كنت قليته من قبل، سيتادير راهو ديجا طايب، راح جوست يهز الغليه برك، ما تزيد تنشف شويه لاصوص ونطفيو عليها. وهنا في الاخير قبل ما نطفي عليها رايحه نضيف لها، هنايا عندي الحبق اللي كنت وجدته ورحيته صوص بيستو، نضيفها دائما بنكهه ما شاء الله، نضيفوها دائما في الاخير. هنا لاصوص تاعي نزيد نخليها تنشف غير شويه. الناس اللي تحبها حمراء ياسر لاصوص طوماط تقدر تزيد لا طوماط، انا ما نحبهاش حمراء بزاف. واذا درتو لاصوص هذه بوغ لا بوري حاولوا ديروها ناقصه حموريه شويه، هنا راهي شويه حمراء، ديروها ناقصه، نقصوا شويه لا طوماط، باسكو هاد لاصوص راهي بوغ لي بات بوغ لا بوري، تقدروا تستعملوها يعني في حوايج بزاف. هنا نخليها غير تزيد تنشف شويه ونطفي عليها. هنايا لاصوص نتاعي من بعد لا طابت لي ومن بعد لا نشفت، هاي ليكم كيفاه جات. نتلاقاو في صحن التقديم. ان شاء الله الوصفه كانت نالت اعجابكم، ما تنسوش ديروا لي لايك، ابوني وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه.